ازيكم يا حبايب قلبي؟ هنعمل مع بعض النهارده اللحمه بالباميه، طريقه سهله جدا وبسيطه، وهبقى معاكم خطوه بخطوه. اكله لذيذه جدا. تعالوا نبتدي مع بعض وصفتنا. عندنا حله على نار عاليه، هننزل بمعلقه من السمنه. لو هننزل زبده لازم نحط سنه زيت عشان الزبده درجه حرارتها ما تستحملش. هننزل باللحمه بتاعتنا. أنا هنا نازله بنص كيلو. طبعا اللحمه يا جماعه ما بتتغسلش، اللحمه لازم تتجاب من مصدر كويس. هنقلب اللحمه. طبعا في الاول هتبتدي تلزق معانا، ما تخافوش، ده شيء طبيعي نتيجه من الحراره. وبعد كده هتفك. هنبتدي نقلبها لمده ربع ساعه. هننزل ببصلايه وتقريبا توميتين مفرومين مع بعض. طبعا البصل والثوم الكميات حسب الرغبه. بعد كده هنقلبهم لمده 5 دقايق. نزلنا بمعلقه من الصلصه، هنبتدي نشوحها شويه. وبعد ما شوحناها كل ده طبعا على نار وسط مايله للعالي، نزلنا بنص كيلو من الطماطم المفرومه، وهنبتدي نقلبها ونسيبها تتسبك شويه. بعد تقريبا 5 دقايق نزلنا بنص معلقة من السكر. اللحمة بتحطلهاش ملح الأول خالص علشان هتجلد. وبعد كده نزلنا بنص لتر من المية، وهنوطي النار. بعد ما تغلي لمدة 5 دقايق هنوطي النار لمدة ساعة ونص أو ساعتين، نشوف اللحمة استوت، نمسك شوكة لو اتقطعت معانا تبقى استوت. وبعد كده هنحط الملح بتاعنا. بعد ما استوت اللحمة بتاعتنا هننزل بالبامية. البامية المتقنعة كويس جدا. وبعدين هنسيبها لمدة نص ساعة، وهننزل بتقريبا قد مثلا 10 فصوص توم صحاح مثلا. وهنقلب الخليط ببعضه، وهتبقى على نار وسط، ونسيبها تستوي لمدة نص ساعة. بعد ما تستوي في إمكاننا نحطها الطاجن في الفرن، أو نقدمها كده زي ما هي. ألف هنا وشفا عليكم، يا رب تكون وصفة عجبتكم. شكرا لكم حبايب قلبي، قولوا لي إيه رأيكم في الوصفة.